باتجاه الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويتراوح عمق هذا النفق بين 4 مترات وفي أماكن أخرى يبلغ 18 مترا. الكشف عن هذا النفق بحسب الرواية الإسرائيلية يؤكد أن لدى المقاومة الفلسطينية ما زالت معنويات عالية جدا لتنفيذ عمليات إرهابية كما تصفها في عمق الأراضي الإسرائيلية. بطبيعة الحال على ضوء هذا الكشف كان أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه سيوقف إدخال المواد البنائية من الإسمنت والحديد الذي يقول أنه استخدم في بناء هذا النفق، سيمنع دخول الإسمنت والحديد إلى منطقة قطاع غزة. واضح بأن هناك ضيق في التنفس بفعل العمق الذي نتواجد به تحت الأرض. إذن الجيش الإسرائيلي يقول كذريعة لهذا النفق الذي شق في عمق الأراضي الإسرائيلية بأنه يوقف دخول المواد الإسمنتية ومواد الحديد التي تستخدم في البناء داخل قطاع غزة. وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن شق هذا النفق قد أعد بالتالي لأي مواجهة جديدة قد تندلع بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في المستقبل، وقد أعد بغرض تنفيذ عملية لربما فلسطينية في عمق الأراضي الإسرائيلية فيما إذا قام الجيش الإسرائيلي بعملية برية واسعة النطاق في المستقبل. وقفتنا الاقتصادية اليوم مع نديم الملاح. نديم، هناك أنباء عن انخفاض مستوى مبيعات الذهب في مكة المكرمة خلال أيام وموسم الحج، ربما مبرر مع عمليات التوسعة